نفسك بتغوص وسط أعماق البحر المتوسط، ووسط الظلام الأزرق بتلمح كنوز بتلمع، وأعمدة حجرية عملاقة، وتماثيل فرعونية مكسورة. ده مش مشهد من فيلم أمريكي، دي مدينة فرعونية بلعها البحر. خلدوا الفراعنة ذكرها لما ناقشوا وصفها على جدران معبد الكرنك، وذكرت كمان في لوحة مقراطيس. فضلوا الناس آلاف السنين مفكرينها مجرد أسطورة عشان تخرج عن صمتها وتتحدث عن نفسها سنة 2000. ايه قصة المدينة دي؟ ده اللي أنا جاي أقوله لك النهاردة. بدأت الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798 بقيادة نابليون بونابرت، وقابلت الحملة صعوبات كتير في مصر، منها حروبها مع المماليك وحروبها مع العثمانيين، ومقاومة الشعب المصري ليها في حواري وأزقة القاهرة، ومقاومة أهالي الصعيد ليها بحرب المناوشات، وغرق واتدمر أسطولها البحري بشكل كامل في معركة أبو قير البحرية على يد الأسطول الإنجليزي. وبعد خروج الحملة الفرنسية من مصر، وبعد ما مرت مئات السنين، تحديدا سنة 2000، كان عالم الآثار الفرنسي ومدير المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء فرانك جيديو كان في مهمة للبحث عن حطام السفن الفرنسية اللي غرقت في موقعة أبو قير البحرية. في وسط مهمته لقى كتلة ضخمة من الجرانيت متغطية بالرمال. لما عمل أبحاث واكتشف إنها جزء من تمثال الإله سراديس اللي كان موجود في مدينة سونيس. بعدها كون فرانك جيديو فريق من الغواصين المصريين والأوروبيين لاكتشاف باقي المدينة، وكان كل معلوماتهم عن مدينة سونيس إنها مدينة مصرية قديمة أسطورية تحدث عنها من قبل المؤرخ اليوناني هيرودوت وأفلاطون، لحد لما نزلوا 10 متر تحت المية على بعد 5 كيلو من شاطئ أبو قير عشان يلاقوا تمثال ضخم للإله حادي إله النيل والخصوب، وتمثال للإله إيزيس، وتماثيل تانية مش باين ملامحها. ده غير المعابد اللي لقوها زي معبد الإله أمون، وده كان مركز من المراكز الدينية في مصر الفرعونية، والأضاحي البرونزية اللي بتبين الطقوس الدينية اللي كان بيعملها الكهنة بشكل سر، ومعبد اتعمل خصيصا للبطل الإغريقي هرقل. ده غير القطع الأثرية زي العملات البرونزية والذهبية، ومجوهرات عبارة عن خواتم وأكراد، وخزف يوناني، ولوحة من العصر البطلمي منقوش عليها اسم المدينة وتفاصيل الرسوم الجمركية، وسلات من الخوص فيها فاكهة بيرجع تاريخها ل 2400 سنة. والآثار محفوظة بشكل ممتاز ليومنا هذا بفضل الطمي النيل اللي حافظ عليها وخلاها تبدو كمتحف أثري تحت المية. غير السفن والموانئ، لقوا 70 سفينة غرقانة بيرجع تاريخها للقرن الثاني قبل الميلاد. أكتر من 700 مرسى للسفن بتأكد أهمية المدينة تجاريا قديما، واللي الحقيقة ليها أهمية كبيرة لمصر الفرعونية، لأنها كانت البوابة التجارية الرئيسية لمصر على البحر المتوسط في القرن السادس قبل الميلاد. قبل ما يجي الإسكندر ويأسس الإسكندرية، كانت بمثابة ميناء كبير بالتبادل الثقافي بين مصر واليونان. وبعد ما كانت المدينة الأهم تجارية، بدأت تتعرض لعوامل طبيعية. العلماء ما قدروش يحددوا بشكل قطعي إيه هي العوامل دي، لكن بعض العلماء بيقولوا إن السبب هو الزلازل والهبوط الأرض، وكان دليلهم إن المدينة اتبنت على أرض طينية غير مستقرة في دلتا النيل، وإن مع الوقت تسببت الزلازل في انهيار المدينة. بعدها ارتفع منسوب البحر عشان يساهم في ارتفاع المدينة بشكل كلي تحت المية، وإن الغرق حصل بشكل تدريجي على مدى قرون. بس كده، ودي كانت حلقتنا. لو عجبتك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشترك في حساباتنا على السوشيال ميديا. يلا رشيد، اقول لهم نهاركم سعيد. السلام عليكم.